على الرغم ان احنا تعبنا في الصيام بس بنزعل لما رمضان بيسيبنا ويمشي. ليه دايما بيجي لنا شعور بالحزن في اواخر رمضان واحنا خلاص داخلين على العيد، وبنبقى خايفين اوقات ان احنا نرجع كمان للحياه العاديه اللي هي بعد العيد؟ بكل بساطه لانه رمضان عمل لنا شكل عام كده للحياه اتعودنا عليها لمده شهر تقريبا، وقت معين نفطر فيه، وقت معين نتسحر فيه، بتشوف ناس ما بتشوفهاش بقالك سنين، اتعودت ان انت ما تقعدش لوحدك على الاكل، خايف ان انت ترجع لنسخه قديمه منك انت مش عايزها، خايف ان انت تاثر تاني بعد رمضان. واغلبنا بيخاف اكتر مش من التقصير قد ما بيخاف من النسخه بتاعته اللي مش عايز يشوفها بعد رمضان. كلنا بيجي لنا الاحساس ده، خصوصا لو عندك مسؤوليات كتير وحاجات كتير لازم تعملها بقى ومأجلها لبعد العيد. اول حاجه لازم تعمل لنفسك سكادول من دلوقتي او جدول بسيط اللي ما بعد رمضان عشان تحس ان انت في ستراكشر او روتين هتمشي عليه، يكون جدول واضح. رقم 2، خد عاده حلوه من رمضان اتعلمتها وكمل بيها لبعد رمضان. اتعودت ان انت تصلي ركعتين قبل ما تنام، خدهم معاك لبعد رمضان. اتعودت ان انت تقرا كل يوم صفحه واحده في المصحف، خدها معاك لبعد رمضان. اتعودت ان انت تمشي قبل الفطار بربع ساعه في رمضان، خلي المشي عاده عندك في اي وقت من اليوم، بعد صلاه المغرب، بعد العشاء، بعد ما تخلص شغل، في اي وقت من اليوم. المهم ان انت تحاول تعمل لنفسك ستراكشر بعد العيد عشان تخرج من رمضان وانت حاسس ومطمن ان في ستراكشر وروتين انت هتمشي عليه بعد العيد. رمضان منحه من ربنا سبحانه وتعالى لينا، وبيجي العيد بعده مكافاه لينا ومش نهايه الرحله، ده بالعكس ده ممكن تكون بدايه جميله لحياه احلى بعد كده لو انت قررت تاخد عاداتك الحلوه معاك اللي اتعلمتها في رمضان لبعد رمضان. واشوفكم دايما على خير. كل سنه وانتم طيبين. سلام.